أخطر مواجهة ما بين محامي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي على برنامج ضيف الأسبوع. حلقة نارية كادت أن تتحول لعراك. كنتفق مع السيد الوزير في حاجه واحده، هي لما صرح انه ما يليقش يكون وزير. انت وقية توفر باقي محامي ماشي بحالي. لا ولكن محامي ستكون تاخر ماشي باقي محامي سيكون له الحريه. انت ان شاء الله غادي ترجح محامي السيد الوزير بعد طبعا هذا شرف. غير الموقع الان يختلفوا عن الموقع كذا هو اللي كنقصدنا. اما ان اكون وزيرا او لا. كتشوف فعلا ونريد ان تكون وزيرا السيد الوزير. تفضل صحة بلا سمح. ربنا يقول لي بغيتي تتكلم على السلوك وماشي السلوك وكنطلب منك هذه لغه اخرى. ايوا ما تستعملش كلمات لا باغي باش استعملتها لا تستعمل متهما امامك ابدا هذا بدل. ولكن انا تحكمني، انا اناقش السيد وزير العدل في سلوكه كوزير العدل. هذه كلمه ثالثه في الجلسه هذه. وزير العدل الا جيتي باش تهيني هذا الشيء غير هيني ناخذ حقك، ما عنديش ما نزيدش على البرنامج قال العداله الجنائيه فيما يخص العقوبات السالبه للحريه، وهذا مشروع الذي كان عمل عليه، ويأتي أيضا في سياق أن اليوم لدينا نسب مئوية كبيرة جدا من المعتقلين احتياطيا هم من يملؤون السجون التي فاقت ربما طاقتها الاستيعابية. ما خصناش نربطوا العقوبات البديلة بأن السجن مكتظ. من بين الأسباب 2009 جلالة الملك طرح هذا الموضوع. نعم. لأن هذه ثقافة جديدة وبرنامج جديد وتصور جديد مرتبط بمفهوم العقاب. العدالة عندنا دائما العقاب. تبين من خلال الفكر القانوني الدولي على انه العقاب ليس دائما نتيجه، لانه في الحقيقه تاخذ واحد الشخص وكدير السجن كتديه باش دير له اعاده التربيه والتاهيل. واش اللي محكوم 6 شهور ولا عام ولا 4 شهور دير له اعاده التاهيل هذيك المده القصيره. ثانيا ان هذه المده القصيره كثيره في السجن كتشكل واحد 40 حتى 50% من الساكنه ديال السجن. فاخترنا العقوبات البديله اولا باش نزرعوا ثقافه المواطنه في المواطن، ثانيا باش ما يبقاش السجن هو البديل الوحيد للجرائم، ثالثا باش نعطيو فرصه اخرى للمواطن، رابعا لقينا مجموعه تاع الوسائل التي ستحد من هذيك العقليه ديال انه راه الحل الوحيد هو السجن. الحل ما عمر السجن كان هو الحل، السجن هو واحد من الحلول في اخر المطاف حتى ما كتلقاش حل. لذلك درنا العقوبات البديله وهي جزء مكون فيها المسطره الجنائيه وجزء في القانون الجنائي. كنت قلت تصريح اثار الكثير من اللغط واثار ايضا حفيظه القضاة، وكان هناك بلاغ طلعت عليه؟ طلعت عليه. هل ما مسست استقلال السلطه القضائيه المكفوله دستوريا؟ انا مخاطبي في القضاة والمجلس على السلطه القضائيه، لذلك اطلعوا على ما يصدر من المجلس على السلطه القضائيه ورئيسه المنتدب. نادي قضاة المغرب لا يهمنا عنده علاقه بالمجلس، لا علاقه له به اطلاقا. لذلك انا لا يهمني ما يكتب حتى ولو كان بيانا لا انت مقتنع انك انا مقتنع ما قلته باستقلاليه السلطه انا القضائيه. اولا تقدر تقييم الاحكام، كنعطي تصوري للاحكام القضائيه، انا ما مسيتش القضاة. انا اعتبر بان الاحكام القضائيه قاسيه، اما لانها معتمده على النصوص التي كانت قاسيه، لان النصوص في القانون الجنائي قاسيه، اما ان يكون ان هناك واحد المسار في الاحكام الجنائيه قاسيه، وقلت بانه الاحكام قاسيه، وانا ما زلت اؤكد واكرر انها احكام قاسيه ويجب ان نعيد فيها النظر. لا يمكن ان نعتقل شخص ولا نجد له ظروفا للتخفيف، وحتى وجدنا له ظروف التخفيف ياتي النص القانوني يمنعك في بعض الاحيان من عدم استعمال. ما كاينش مبالغه انه اللي خاصو يتحكم ب5 سنين كيتحكم ب10 واللي خاصو يتحكم ب10 كيتحكم ب20. انا 32 سنه من المحاماه كان ذلك يثير حفيظتي. لكن انت وزير عدل الان، ولو كنت وزير عدل ساقول له الحقيقه. محامي ستقول ما تشاء، ولكن وزير عدل عندك منصب ساقول بما هو انا مقتنع به، سأقول بما هو مقتنع به، وأعتقد أنك تعرفني أقول دائما بما هو مقتنع به. وإذا كان هناك أناس يعتبرون هناك شيء مقدس لا يمكن نقده أو تقييمه، فذاك موضوع يهمهم. سي حاتم، القضاة اليوم يصدرون بلاغ عبر نادي القضاة كما يقول السيد الوزير بأنه المحاور المباشر ربما المسؤول على السلطة القضائية وليس هذا النادي، ولكن هو مؤمن بتصريحاته، يعني أن هناك ويحيلها إلى القانون الجنائي كما تفضل الذي يتوفر. باقي محامي ماشي بحالي. لا ولكن محامي ستكون تاخر ماشي باقي محامي سيكون له الحرية. انت ان شاء الله غادي ترجح محامي السيد الوزير بعد ما هذا شرف. غير الموقع الان يختلفوا عن الموقع كذا هو اللي كنقصدنا. تنتمنى فيه التوفيق، ولكن بالنسبه لباقي محامي بالعكس انا مهنه كنتسب لها حتى الله قول موقفك من الاحكام. غادي نقول لا، غادي نقول كذلك موقفي منك السيد الوزير. موقفي مني بطبيعه الحال في التصريح ديالك انا نقول لك السيد الوزير صرحته في البرلمان في لجنه التشريع والعدل جوج ديال التصريحات. هذا التصريح هذا اللي هو خرج فيه بلاغ ديال وانا معك في حريه التعبير كانسان حامل لقناعه، ولكن كذلك اذكركم السيد الوزير بواجب التحفظ، لان انتم في واحد الوزاره ماشي هي، انتم هم المشرع الاول في الحكومه، وزاره العدل.
وهذه ملاحظه انا عندي عليكم السيد الوزير وتقبلوها مني كزميل في المهنه سابق ولاحق ان شاء الله، وكذلك كانسان متتبع للشان السياسي. تصريحاتكم السيد الوزير وطريقتكم في التعاطي مع الامور تتخلق جدل كبير وما كتعاونكمش في انجاز ما تصبون اليه. راه الجرأه والشجاعه في الفعل، ولكن التصريحات ديالكم السيد الوزير غير ما مره خلقت مشاكل متعدده ومع فئه كبرى، هيئه الدفاع كلها ماشي غير المؤسسات ديالها، حتى المحاميات والمحامين مع في الامتحان الاول اللي تسمى امتحان المحاباه، في الامتحان الثاني اللي تسمى امتحان الوسيط، في كل حاجه كتحطوا فيها يدكم كيسبقكم اللسان فيها. غير سمحوا لي نكمل السيد الوزير. متهما امامك ابدا ولكن انا تحكمني، انا اناقش السيد وزير العدل في سلوكه كوزير العدل مكلف بقطاع ينبغي ان يضمن سبل نجاح المخطط اللي هو ماشي فيه. ونكمل السيد الوزير الا سمحتي لي، لان انا بالنسبه لي النقطه ديال العقوبات البديله، هذه النقطه ديال العقوبات البديله انا في تقديري اكثر تقدم من وزير العدل فيه. انا بالنسبه لي من اهم مداخل المرونه القضائيه اللي ممكن نمشيو في اتجاهها اليوم في المغرب، وغادي تنقص علينا واحد الاعباء كثيره، منها هدر الزمن القضائي، منها المصاريف، منها هذه مهمه جدا. ولكن وكيف ما قال سيدي انا سبق قلتها معكم في ميديا ان تيفي ان المساله ديال الاكتظاظ في السجون خصها تكون نتيجه ماشي هدف ديال هذا القانون، لكن هذا القانون هذا ينبغي ان يحاط بالضمانات التي تكفل تطبيقه وتطبيق السليم. كيف ترد خاصه على مستوى الاهليه الخاصه بالمحامين التي اليوم يعني السي الوزير على المباشر كيشكك فيها؟ انا شخصيا فاجئني الكلام ديال السيد الوزير في واحد الشق، ولكن الشق الاول انا كنت سمعته من قبل وشفته لما قال ان المحامون يريدون تطويع الدولة. هذا تصريح خطير اليوم كيصرح به، وفي الوقيته اللي كان المشكل ما بين المحاماة ماشي المحامون، المحاماة والسيد الوزير كان دار هذا السلوك ومشى في هذا الطريق ديال وضع مهنة المحاماة. ما تكلمش على السلوك، تكلم باحترام، هذا موقف قول على المواقف المحامين ما توصفليش السلوك ماشي السلوك. انا ما قالش غرفة الجنايات فقط تقول لي بغيتي. هذه المرة الثانية اللي كتقاطعوني خديت وقتكم في الكلام الاخر مني وقول لي بغيتي تتكلم على السلوك وماشي السلوك، وكنطلب منكم تحترموا مهنة المحاماة، كنطلب منكم تحترموا مهنة المحاماة وتحترموني كمحاور ديالكم. ماشي تقدر تحدد شنو طريقة الاحترام من عدم. انتم ماشي راقب عليها السيد الوزير. ايوا ما تستعملش الكلمات اللي باش استعملتها. شوف السيد الوزير لا سمحت لا هو طلب منك فقط تحديد المصطلحات، وتحديد المصطلحات امرها ومصطلحات محدده، لكن مصطلح هذا لا يعني انه ما كاينش احترام. الاحترام متبادل بين الجميع والهدف هو نقاش هادف، يعني لا اكثر ولا اقل. السيد الوزير العدل ومقام محفوظ، لكن لما وزير عدل يقول ان مهنه محاماه في المملكه المغربيه تريد تطويع الدوله، هذا تصريح خطير جدا وغير مقبول ومردود عليه. وضحت الفكره. لا اسمح لي خصني ناكد، لانه المسلك هذا المسلك في الوقت اللي كانت الازمه مع المهنه، واعيدها الوزير مع المهنه ماشي غير مع المحامين. انا شخصيا سعيت الى فتح باب البرلمان لعدد من الجمعيات المهنيه لايصال رساله واحده، هي اننا على طرف النقيض مع السيد وزير العدل ومع السيد وزير الماليه بالنظر للتعاطي ديالهم مع الملفات التي لا تعني فقط المحامي، لان المحامي اليوم لما تيتكلموا على قانون المهنه ما تيتكلموش بمنطق الاحتكار وبغينا مهنه لينا على قياسنا، كيتكلموا لمصلحه المواطن والمرتفق والمتقاضي الذي سيحتاج الى هذه المهنه للولوج المتبصر والمستنير والناجع للسلطه القضائيه والتقاضي باش يوصل لحقه. جميل. كاين مشكله التواصل. السيد الوزير اليوم يقول مهنه تريد تطويع الدوله، وهذه المساله ما يمكنش نمرها. مهنه المحاماه مهنه اساسيه في البناء الديمقراطي في المغرب. جميل. وليس الانطلاق والمنطلق ربما هو مساله الضرائب وما تقدم به السيد الوزير. نكمل مازال. تفضل. راه تكلمنا على الامتحان المحاماه وتكلمتوا على السيد الوزير فيه، وقال باللي راه قالوا له ما بغاوش 4000 وما بغاوش. المشكل ما كيتطرحش بالمساله العدديه والمقاربه العدديه وافيكتيفمون بالشكل اللي بغى يمشي فيه السيد الوزير، وهذا هو اللي قلت انا مؤسف ومؤلم. هذا 4000 اللي دخلوا، واش اليوم كاين مكاتب اللي غادي يتمرنوا فيها؟ راه المحامي والمحاميه كيبداو المهنه ديالهم من تاريخ اداء اليمين داخل المكاتب، ينبغي ان يتمرنوا فيها ويتكونوا التكوين السليم حتى يكونوا منتجين اثناء ممارستهم لمهنتهم بشكل رسمي. اليوم المكاتب غير قادره على استيعاب هذا العدد. لما كنتكلموا فعلا على النقطه اللي كيتكلم على السيد الوزير ديال التكوين، 4000 اللي نجحوا، 2000 اللي نجحوا. السيد الوزير اليوم كيتكلم على المعاهد من قانون 1993 وحنا كنسيروا المعاهد، وملي غيجي المعهد اليوم الطاقه الاستيعابيه ديالو 150. هاد 4000 وهاد 2000 فين غادي يمشيو يتكونوا؟ غيقدر يستوعبهم هاد المعهد؟ غتكونهم الهيئات؟ فين غيمشيو يتكونوا السيد الوزير؟ عندنا 15000 محامي في المكتب، 15000 محامي في المغرب. نعم. هاد 15 ما خرجوش منهم 4000 مكتب يديروا فيها التبرير. غريبه. المساله الثانيه الاخرى، حيت نجي كنقول بان المحامين لم يؤدوا الضرائب، لان عندنا 9000 محامي من 15000 غير مسجلين في اداره الضرائب. ويخرجوا يديروا مظاهره. علاش قلتها؟ ماشي تطويع الدوله،
المحامي هو اول واحد يخلص الضريبه، لان اول واحد يطبق القانون. العقود درنا عقود، بحيث دارت المساطير وتفتحت المتابعات على العقود لبيع اراضي الدوله بما فيه اراضي ديال السلاليات وكذا، باش يخرق القانون، باش تطبع الدوله. دابا كاينه جوج الامور نتفاهموا فيها. 95% من المخالفات اللي كيديروا المحامين تنتهي، والشكايات تنتهي بعدم بالحفظ الضمني. علاش شنو قبل ما يديروا شغلاتهم، واللي دار واللي ما دار نعطيه البراءه وندير ليه نيت القرار، واللي دار 95% تاع الشكايات الوكيل العام كيبقى يقدم باش يستلفهم. علاش المجالس ما تاخذ القرارات ديالها ونكونوا وتقوم المؤسسات بدورها؟ لذلك كاينه جوج الامور. اذا كانوا المحامين جزء من الدوله، وخصها تكون جزء من الدوله، لان الدوله تفوض لهم عمل الدفاع عن الناس. اذا بناء عليه خص اول وحده تحرص على تطبيق القانون والتزاماتها، ودير الالتزامات ديالها. من حيث كدير المحامي الاضراب ولا كيقاطعوا، علاش كيقاطعوا الجلسات يديروا الاضراب؟ شكون اللي كيقاطعوا الجلسات والناس معتقلين وكتاخر الملفات لان الناس معتقلين؟ يديروا الناس يمشيو يرافعوا على الناس اللي معتقلين، ما منعوهمش في الباب. من حيث جينا في كوفيد وقلنا بان القانون المنظم للكوفيد تيقول لك خصك تكون داير هذاك تكون عندك ورقه الدخول باش حمايه الموظفين والمتقاضين والقضاة، وهذا قانون. واش صحيح انه المحامين يديروا اضراب تطبيق القانون، تطبيق قانون الضريبه، قانون كوفيد؟ ايوا كيفاش؟ واسمح لي انا غير حد ملي كتقول السيد الوزير راه ما صحيحش، غير حد لي لان ملي كتقول 95% ديال الشكايات اللي موجهه ضد المحامين كتالي بالحفظ، راه كنهضروا على 95% من الشكايات اللي كتعني 7% من هذيك 15000 محاميه ومحامي اللي قلتي. نسبه ضئيله جدا، ما يمكنش نردوها هي الموضوع. ثانيا، المحامين ما خرجوش ضد تطبيق القانون، خرجوا ضد المقاربه ديالكم والتعاطي ديالكم مع المواضيع المهنيه، ومع عمرهم كانوا ضد الاداء الضريبي. اسمح لي نكمل السيد الوزير. ندخلوا الناس للمحكمه، الله يهديك، اضطرينا باش نتفاوضوا مع كل نقيب على الحكامه. السيد الوزير ماشي هذا القصد، راه التلفزيون كيعرف الناس عارفين هذا القصد. الا سمحتي، ولكن نقول اللي بغيتو نقول اللي بغيت. هذا الشيء السيد الوزير تاكد على انكم مخلون في فتح باب الحوار. الملاحظه التي سبق وان وجهتها للسيد الوزير، التصريحات ديالو كوزير العدل كتخلق نقاش مغلوط في المجتمع، وكيبداو عندنا فتاوى الالكترونيه والفتاوى على الانترنت، لانه نقاش مؤسس، معطيات قانونيه واضحه اللي ممكن تكون منطلق او مثيره للنقاش ما كايناش. كل ما هنالك هو تصريحات مستفزه للسيد الوزير، عوض انه يجمع الناس على كلمه سواء، على كلمه واحده، كيستفز كافه الفرقاء اللي هما كاينين دون الادلاء باي وثيقه مرجعيه ممكن تكون ارضيه للنقاش. اما ان اكون وزيرا او لا اكون. فعلا، ونريد ان تكون وزيرا سيد الوزير. تفضل سي حاتم اذا سمحتي. تفضل. اما ان اكون وزيرا، انا لن اكون وزيرا صامتا، ساعبر عن رايي، ولكنني اعبر عن رايي واحترم المساطر والمؤسسات. حينما تكون هناك مسطره تفرض علي الامر منها، ولكن قناعاتي السياسيه وقناعاتي الفكريه لن يمنعني احدا ان اقول ان اصرح بها، وبناء عليه الدستور كيعطيني الحق باش نصرح بقناعاتي. هذه القناعه اخرى قولها. علاش ضروري انك كترفض انني نصرح انا بقناعتي؟ قولها، والراي العام يحسن بيناتنا. اضافه الى ذلك، القانون الجنائي قانون الشعب، اتفق معك، ولكن هناك مؤسسات وهناك مساطير وهناك برلمان وممثل الامه هما اللي كيناقشوا هذه المواضيع. ما غاديش نخرجوا للشارع ونجلسوا في الساحه. لا سمحتي، لأن الوقت يداهمنا، بغيت ننتقل مع سي وهبي. باختصار، الحكومه متجانسه متآلفه على قلب رجل واحد كما يقال. حتى لهذه اللحظه هذه متجانسه 100%. انتخابيا نحن لا تثير قضيه مثلا بين المعارضه والاغلبيه، كيف يظهر لك الاصاله والمعاصره؟ لا، حزب احترمه جدا، حزب فيه مناضله ومناضلين، وحزب دائم التطور، ولكن كيخصني نتفاعل مع واحد العدد من النقط. تبقى القناعه السياسيه المتناقضه للسيد الوزير هي التي دائما تفاجئني. السيد وزير العدل قبل ان يكون وزيرا تكلم على 17 مليار في الوقيته ديال التحرير، استيراد المحروقات وتحرير اسعار المحروقات. قال انا بصيغه انا ما نسمحش في 17 مليار وهضر على جود، انا ما يكونش عليا رئيس حكومه عزيز اخنوش. قال لما كان رئيس فريق حزب الاصاله المعاصره في البرلمان كان كيتقدم بالتعديلات اللي اليوم كيعارضها، انا كنختلف مع السيد الوزير اللي كيتناقض معها. ما ينص اليوم ما جاتش شي مثل هذا، ولا غنقول له انا كنتفق مع السيد الوزير في حاجه وحده، هي لما صرح انه ما يليقش يكون وزير. انتهى وقت البرنامج، بغيتي ترد؟ وعندي الى سمحتي رد بسيط 10 ثواني. انا بغيت نقول لك، حينما تكون امينا عاما وتفكر في اشياء وتقول اشياء حتى تكون القرار الحزبي تيفوق القرار الحزبي. احنا عقدنا مجلس وطني وكان عندي راي ما ندخلوش الحكومه، وجا المجلس الوطني خصنا ندخل الحكومه. هو اللي قرر.
تحمل الحزب المسؤولية دخول كل حكومة ولكن السياسة تقتضي المرونة. يعني صعيب الواحد يكون مسؤول سياسي غير كيفكر بهذه الطريقة، صعيب. راها كتحشم. شكرا جزيلا لك هذه الكلمة الثالثة سعد لطيف في الجلسة هذه. والله لكن وزير العدل إلا جيتي باش تهيني هذه الشيء غير هين خذ وقتك، ما عندي مشكل، ما نزلش. لا البرنامج قلنا بدون شخصنة، مناقشة أفكار واختلاف. شكرا لك سعد لطيف وهبي، وأنت وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. شكرا لك حاتم بكار عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. ولكن هنا وانا كنختم هذا النقاش بغيت نوقف عند واحد الجانب اللي بالنسبه لي مهم بزاف، وهو الجانب الديني. حنا كمجتمع مسلم ملي كنناقشوا العقوبه، القانون، الجريمه، العداله، ما يمكنش نتجاهلوا بان الاسلام من الاصل جاب واحد المنظومه واضحه ديال الاحكام والعقوبات، وجا كذلك بمفهوم حدود الله. الله سبحانه وتعالى كيقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وكيقول كذلك ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. يعني بالنسبه للمسلم كاين واحد الفرق كبير ما بين قانون بشري يمكن يتبدل ويتطور حسب الظروف والمصلحه، وما بين حكم شرعي قطعي كيعتقد المسلم بانه من عند الله. هذا الشيء انا اللي ما فهمتش، يعني كيفاش كنقدروا اننا نغيروا شي حاجه اللي غير مسموح انها تغير، وهي العقوبات اللي كتسمى حدود الله. اشرحوا لي انتم في التعليقات واش انا غلطه ولا هذا الشيء عادي انه يتغير حسب الزمان والمكان. ومن هنا كنطرح واحد السؤال، واش ملي كنقولوا ان العقوبات خاصها تطور كذلك كنهضروا على العقوبات اللي وضعها الانسان ونظمها القانون، ولا كنمشيو ابعد من ذلك ونبداو نناقشوا احكام شرعيه قطعيه وكأن الانسان عنده السلطه يبدلها حسب المرحله والظروف؟ انا ما كنقولش بان كل عقوبه موجوده في القانون المغربي هي بالضروره حد شرعي، لان هذا الشيء خصو تفصيل فقهي وقانوني، وماشي كل عقوبه في الاسلام كتدخل في باب الحدود. ولكن كنقول في واحد الحاجه واضحه، المسلم كيامن بان الاحكام اللي تبتات بنص قطعي ماشي موضوع ديال التعديل السياسي، وماشي الوزير ولا البرلماني ولا اي مسؤول كيف ما كان المنصب ديالو هو اللي عنده الحق يبدل حكم الله. والاجتهاد شيء وتغيير النص الشرعي القطعي اكيد شيء اخر. يمكن لنا نجتهدوا في طريقه التطبيق، في الاجراءات، في الاثبات، في القضاء، في حماية حقوق الناس وفي تنظيم المؤسسات، ويمكن حتى نناقشوا العقوبات التعزيزية اللي يعني فيها مجال الاجتهاد والمصلحة. ولكن ما خصناش نخلطوا ما بين هذا الشيء وما بين أحكام شرعية ثابتة. وأنا كنرجع للسيد عبد اللطيف وهبي، أنا بالنسبة لي المشكل ماشي فقط في الفكرة اللي كيطرحها، ولكن حتى في الطريقة اللي كيطرح بها بعض المواقف. حيث اللي تابع السيد وهبي في السنوات ديال العمل السياسي والبرلماني غادي يلاحظ بانه شخصيه عندها واحد الاسلوب خاص في النقاش، كيف ما قال المحامي اللي شاهدنا في الفيديو، واحد النقاش اللي مباشر وهجومي احيانا، وكيستعمل عبارات وتصريحات كتقدر تستفز الطرف الاخر وتخلق واحد النقاش كبير. وهذا بالنسبه لي ممكن يكون مقبول اكثر من اللي يكون الانسان في المعارضه، لأن المعارضة بطبيعتها كتنتقد الحكومة كيف ما كنشوفوا كدير منيب في البرلمان، بوانو، شاباط. ولكن أنك تكون نتايا في الحكومة وتستعمل نفس الأسلوب كتجي في شكل، لأنه كيف ما كنعرفوا أن المعارضة بطبيعتها كتنتقد الحكومة وكتضغط عليها وكتستعمل خطاب قوي، يعني من حقها أنها تستعمل هذه الطريقة في الحوار. ولكن ملي كتولي وزير، وخصوصا وزير العدل، المسؤولية كتولي كبر، حيث وزير العدل ما بقاش غير عبد اللطيف وهبي كشخص سياسي عنده رأي أو قناعة، ولكن ولا وزير ديال العدل اللي خصو يكون أكثر إنصاتا واكثر احتراما للشعب. يعني ولا واحد المسؤول على قطاع حساس بزاف، وكيهضر على القضاء وعلى القوانين وعلى العقوبات وعلى الحريات وعلى مصير الناس. وهذا الشيء علاش ملي كيخرج تصريح قوي من وزير العدل الناس ما كيسمعوش ليه، بحال كيسمعوا لواحد السياسي عادي كيقولوا هذا الكلام صادر من وزير العدل. كيف ما جاء في الفيديو، فالجرأة حاجة وفرض الرأي حاجة أخرى. الوزير مزيان يكون جريء، والمسؤول كذلك يقول الرأي ديالو، ولكن خاصو يكون أكثر مسؤولية ويسمع للرأي الآخر، لأنه هو في واحد النقطة اللي خاصو يسمع أشنو بغاو الناس، لأنه تما الناس اللي طلعوه باش أنه يكون في الخدمة ديالهم. لأن الديمقراطية ماشي أنك تقول لي بغيتي ومن بعد ملي عارضك شي واحد تقول لي أنا الوزير وأنا مقتنع وأنا غادي ندير داكشي اللي كنشوف. الديمقراطية أنك تكون عندك صلاحيات، ولكن تكون عندك حتى المسؤولية، تكون عندك الجرأة، ولكن يكون عندك كذلك حسن الإنصات للشعب، وتكون عندك واحد القناعة، ولكن ما تعتبرش القناعة ديالك هي الحقيقة الوحيدة اللي ما يمكن حتى شي حد يناقشها.
يعني داك العناد الخاوي ما كاينلاش. هاد النقطة بالضبط كتخليني نرجع للحوار اللي شفنا. المحامي ما كانش كيقول بالضروره للوزير ما عندكش الحق يكون عندك الراي، كان كيقول ليه بمعنى اخر انت اليوم وزير والكلمه ديالك عندها وزن، وبالتالي خاصك تحسب التاثير ديالها قبل ما تخرجها من فمك، وانك ما تبقاش تستفز الناس. انا كنشوف ان الوزير عنده الحق ينتقد، ولكن المواطن هو اللي عنده الحق الاكبر انه ينتقد الوزير. كيف ما الوزير كذلك عنده الحق، القاضي عنده الحق يطبق القانون باستقلاليه، المحامي عنده الحق يناقش، والمواطن عنده الحق يسول، وما كاين حتى واحد فوق النقاش. اما بالنسبه للعقوبات البديله فانا خاصنا نكونوا اكثر دقه. الا كان الهدف او المقصود هو اننا نخففوا من الاكتضاد ونلقاو حلول للجرائم البسيطه ونعطيو فرصه لاعاده الادماج، فهذا نقاش ممكن ومشروع من الناحيه القانونيه. ولكن الا تحول النقاش لمحاوله ديال التعامل مع الاحكام الشرعيه القطعيه وكانها مجرد قوانين بشريه يمكن اننا نغيروها كل ما تبدلت الظروف السياسيه والاجتماعيه، فانا من حق المواطن المسلم يسول ويقول فين غادي نوصلوا بهذا الشيء. لان بالنسبه للمؤمن الحدود اللي شرعها الله ماشي مشروع سياسي كتبدل مع الحكومات. والله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال ايضا ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اذا النقاش الحقيقي بالنسبه لي ماشي واش حنا مع الوزير ولا ضد الوزير، السؤال هو واش الاصلاح غادي يبقى داخل مجال القانون والاجتهاد البشري، ولا غادي نوصلوا لواحد المرحله اللي فيها الانسان كيبدا يتعامل حتى مع الاحكام الدينيه القطعيه وكانها قابله للتعديل السياسي. وانا خاصنا نكونوا واضحين، الاسلام ماشي ضد الاصلاح وماشي ضد الاجتهاد وماشي ضد الرحمه او اعاده الادماج، بالعكس الحمد لله الاسلام شامل وكامل ما يحتاجش تعديل. ولكن الاسلام كذلك عنده احكام وحدود، واللي كيامن بهذه المرجعيه طبيعي جدا يقول الاحكام الالهيه ماشي هي نفسها القوانين البشريه. والخلاصه اللي بغيت نستفدوها من هذا الفيديو هذا او اللي بغيت نوصلها هي ان المسؤول السياسي مهما كان المنصب ديالو خاصو يبقى متواضع امام المؤسسات، امام القانون وامام المجتمع وحتى امام الاختلاف، لان القوه الحقيقيه ديال المسؤول ماشي هي انه يفرض علينا الراي ديالو، القوه الحقيقيه هي انه يقدر يسمع لينا حنا كمواطنين وكشعب، يعني يسمع للراي اللي مخالف ليه يناقشه ويرد عليه بالحجة بلا ما يحاول أنه يعني يكون أو لا يحول الأمر لواحد المعركة اللي شخصية. السيد وهبي سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه عنده الحق يعبر على القناعات ديالو، ولكن حتى المواطن والمحامي والقاضي والباحث عندهم الحق يقولوا ليه لا هنا كنختلفوا معك. وفي الأخير أنا ما بغيتش نحكم على النوايا ديال حتى شي حد، أنا غير كنحلل من وجهة نظري الكلام اللي سمعناه وكنخلي الحكم للمشاهد واش فعلا حنا أمام إصلاح ضروري للعدالة وللعقوبات، ولا خصنا قبل كل شيء نحددوا بوضوح شنو هو المجال ديال القانون البشري اللي قابل للتغيير والاجتهاد، وشنو هو الحكم الشرعي اللي المؤمن كيشوفه ثابت لأنه صادر عن الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال بالنسبة لي صراحة ضرني في راسي، ما عرفتش واش غالطة ولا لا. إلا كنت غالطة صحوا لي عافاكم في التعليقات، لأنه فعلا أكثر موضوع ما عجبنيش هو هذه القضية ديال الأحكام وتغيير العقوبات والعقوبات البديلة، وكذلك القضية ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا الشيء كل شيء جاني كأنه كيتمرد على الدين اللي جاب كل شيء الحمد لله، لا بالنسبة للعقوبات ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة. إلا رجعنا غير للدين ديالنا غادي نلقاو الحلول لجميع المشاكل اللي عندنا. واش أنا هذا الشيء اللي كنشوفه صحيح أو لا؟ شاركوني الآراء ديالكم في التعليقات، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم بزاف على زيارة القناة وعلى مشاهدة الفيديو. ماشي مهم عندنا في هذا الفيديو شكون اللي ربح النقاش في البلاطو، ولكن المهم هو أننا نشاركوا الحوار. ما تنسوناش من الاشتراكات ديالكم الناس اللي جداد في القناة، لايك الفيديو اللي عجبكم، كذلك ما تنساوش تشاركوا الفيديو اللي عجبكم مع الناس اللي كتعرفوا، والتعليقات ديالكم اي حاجه قدرتوا تديروها في الفيديو راكم كتعاونوا المحتوى الهادف. جزاكم الله خير الجزاء، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والى فيديو قادم ان شاء الله.